بحط السيارة هنا عشان الهواء، لأنه الصراحة ذبح. ثواني بس. حتى أنا حاطة الجوال هنا عند السيارة، أخلي كذا عشان أدخل، يمكن أدخل وأنتوا استمتعوا في هذا المنظر لين أعدل السيارة. والله ما تنفع، أنا حاطة السيارة. بسم الله عليكم، بسم الله عليكم، طحتوا. بسم الله عليكم حبايبي، طحتوا. معليش أنا آسفة. سلامات يا جماعة، طحتوا. يلا كذا أشوى. ها ما في هوا. أنا بالنسبة لي كذا تمام، لكن ما أدري عنكم انتوا شايفين الشمس في الوجه. لا لا، احترقت الشنطة. شايفين؟ كنت حاطتها عشان أبعد الهواء واحترقت. لا، شنطة العزبة. شفتوا الفوضى؟ أنا أفضل شيء أقرب القدر. بسم الله. أيوة، خربنا أم الدنيا. وين هذا المكان يا عسل؟ هذا المكان فيه حايل والعقال مايل. ثانية أضبطها. أيوة، ما تخافي. لا ما أخاف. ليه أخاف؟ حبايبي الله يسعدكم يا رب. تبشري بعزبة غيرها، كيف أرسلها لك بس؟ الله يسعدك، كلامك هذا يكفي. اي والله. أنا حطيت الشنطة عشان يعني تبعد الهواء شوي عن الغاز، أبغى أسخن الأكل.
يا جماعة حطيت الصباح سويت، شوفوا هذا البصل. ترى عبد الله شكرا. المهم اخباركم سوية سعودية وهي سورية. يا الله يا الله. اي فعلا مصر اعوضك عنها لاني والله ما يمديني اقرا، سخنتي قلوبنا. والله ايش اسوي، انا في شق الجبل. يا هلا والله، حياكم الله واسعد الله كل اوقاتكم. الاجواء تجنن يا جماعة، اجواء خطيرة جدا الصراحة. ايه تعالي تقهوي، حياك الله يسعدكم والله وشكرا جزيلا. انا باكل شوي ثم اسوي قهوة واطلع. ابو اياد شكرا يا ابو اياد، رايح جاي طريق حيل الجنوب، تمنيت اقابلك بس ما كتب الله. ان شاء الله نلتقي باذن الواحد الاحد، لابد ان نلتقي. شايفين؟ والله من جد ريحة الاكل وصلت الرياض، شو اسوي؟ ابو عيسى متى تجي جدة؟ جدة كنت فيها من حوالي شهر ونص، والله نفسي. هو عندك احد يعني؟ مين بيكون عندي؟ هذه سيارتي والعزبة ممتلية الان اوريكم، لكن لا احد يطقطق، اقسم بالله انه السيارة كذا. وين هالديرة؟ هذه الديرة في حايل، هم ماني كاتبة حايل والعقال مايل. ايه اكيد ما شاء الله طبعا. انتي بين جبال آجا الحين؟ لا. وش هدف كشتتك؟ ليه الناس لما تطلع وتستمتع في الطبيعة وفي الجبال في هدف؟ الله يشفيش، ناس مريضة اقسم بالله. يعني انتم مريضين اللي ابو اياد شكرا حبيبي الله يسعدك. هي طبعا على الامطار اللي جت في جدة اكيد بتكون يمكن هذه اول مرة اصلا ينزل ثلوج الامطار في جدة بهذا الشكل. شكرا حبايبي ابو اياد ابو احمد شكرا. ما عاد شفنا اعمالك في التلفزيون، والله ما عندي ولا شيء. لورين في ارجيلة؟ لا والله ما في ارجيلة الصراحة، ما ارجلش. حبايبي الله يسعدك. كيف ماما؟ ماما لا الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد، امورها تمام من اول يوم دخلت اصلا امورها تمام. لكن انتم عارفين الان الزكام. شكرا. ف يعني بس اخذت اكسجين وقالوا خليها يعني في بعض الكلمات غبية وناس يعني اللي يكتب شيء سيء ترى والله ما تسيئولي انا ولا همني قسما والله ثم والله، فلا همني هذا الكلام السيء اللي ينكتب نهائيا. القافلة تسير والتنبح، فعادي ما همني. لكن يعني حزب خاطري انه لما يدخل احد ويشوف هذا الكلام السيء يقول لك هذول من وين جايين، هذول مو شايفين الدنيا، هذول مو متربين. فبس هذا هو ترى، ولا انا بالنسبة لي فلا همني كلامكم نهائيا. شكرا حبايبي الله يسعدكم. تعرفين تشبين الضوء؟ كيف اشب الضوء؟ قصدك الحطب؟ تعالي الباحة ضباب. اوف على الباحة. شكرا حبايبي الله يسعدكم. يعني انت متربية؟ والله هذا الشيء انا ما احكم فيه، لانه كل انسان يشوف نفسه متربي ومؤدب وابن ناس. هذه الناس هي اللي تحكم على الاخلاق، مو ناس هنا خلف الكواليس مدري ايش اصلهم من فصلهم اصلا. لكن انصحكم من جد والله اللي يدخل ويعلق تعاليق سيئة، مو بس عندي، يعني عند الناس كلها الاحظ انه يدخلوا ويسبوا ومدري ايش. نصيحة لوجه الله، في رتبة عسكرية. يعني هذا يدل على انك لا حرام اغلط على ذاك الحيوان الصراحة، لانه معروف بالصبر ويخدم الانسان. لكن انت للأسف ما في شيء تنوصف فيه، يعني قمة في المرض النفسي والغباء.
فمن جد يا جماعة المريضين النفسيين الموجودين هنا، والله أنصحكم والله من جد، روحوا لطبيب نفسي، قولوا للطبيب النفسي: يا دكتور أنا لما أشوف أحد ناجح وأحد عنده ناس ومتابعين أنا غار، أنا أحترق، أنا النار تاكل داخلي وأبغى أشوه سمعته في أي طريقة. من جد روحوا تعالجوا. يا الله يشفي الجميع ويشفينا ويصلح حال الجميع. آمين آمين. ما تبغي أحد يكون معاكي؟ لا، أم حق ناجح، والله ناجحة، ربي لك الحمد. أنا أشوف نفسي إنسانة متميزة وأفتخر بنفسي وسعيدة في نفسي وأحب نفسي، لأنه الشيء اللي أنا أسويه ما أحد يقدر يسويه كجرأة كقوة. طبعا هذا كله يرجع بفضل الله ثم بفضل أمي وأبوي. رضا أمي وأبوي عندي يسوى الدنيا. أطلع في الليل، أطلع طرق مقطوعة، جبال، عقبات، ما أهاب شيء، لأني أنا واثقة أنه أمي وأبوي رضيانين عني. ولو أمي وأبوي رضيانين عني رب العالمين بيرضى عني، ولو رب العالمين راضي عني أرضتني الدنيا بما فيها وبس. اللي عنده كلمة طيبة يقولها. يا رجال روح شوف حالتهم، الله يكون في عونهم. والله اني لو يمديني كان اخذت هذول الناس، بعض الناس المريضين الموجودين اخذتهم كلهم على حسابي وديتهم عند طبيب نفسي يعالجهم. لكن ايش نسوي؟ الله يهديكم ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي الله يشغلكم بسعادة تبعدكم عني. انت زوجة المخرج عبد الخالق، نعم الله يرحمه، ادعوا له بالرحمة ولجميع اموات المسلمين. وش نوع كحلك يا جماعة؟ أنا دايما أنزلكم صورة الكحل اللي عندي على السناب طبعا. وش قصدك بحايل؟ والله ما أدري، حبيت حايل، شكرا بالطيب. ما أدري، الأماكن اللي فيها جبال وفيها طبيعة وفيها خضار وفيها موية أعشقها. بصراحة بنتكلم بصراحة، لما أكون مع البشر بصراحة، وليس الجميع، البعض، هذه من تجربة يعني صراحة، أحس إني يعني أحس هو شيء طبيعي طبعا. إيش حيكون؟ يا لا 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 يا ربي. لا في بلا، اقسم بالله في بلا يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. بس شوفوا ايش فيني، شوفوا ايش فيني، شوفوا كفر السيارة. يا ربي اف شايفين؟ بس الحمد لله، يلا متعة الحياة. أنا دائما أتكلم إنه الرحلات لو ما فيها بهذا، لو على كذا لازم ما أطول معاكم عشان يمديني أشوف حل في السيارة. شفتوا الكفر كيف صاير؟ خليني أشوف الكفرات الثانية. أنا جالسة أطلع بس بتكلم. عاد والله غيرت الكفر قبل لا أطلع والله، لكن المنحوس الحمد لله عادي الحمد لله. شفتوا كيف نازل؟ شفتوا الجبل اللي خلفي مسكن جن؟ ارحبوا تعال سلموا على الناس الموجودين هنا. كيف كأنه من شق مدري ايش في اهله. يا رب
ربي عاد جديدة مغيرته والله، يوم قبل لا أطلع من الرياض غيرتها، بس ما أدري إيش صار. وأنا عاد أدخل حجار بطيخ مدرعمة كانوا معاي. أف. ما أدري، فضول، بس عادي عادي تتضبط الحمد لله، سهالات تتيسر. غير الكفر وخلاص. شكرا فايز. سوي بادي كير، والله ما عندي وقت أسوي بادي كير، هذه أنا لو حصلت وقت إن شاء الله. وصلتي تبوك؟ أنا رحت تبوك ونمت في جبل اللوز ورجعت. مو جبل اللوز، إيه جبل اللوز. لفيت تبوك كلها، وين أقوم أضبطه؟ لو بقوم أضبطه لازم أتصل على أمن الطرق. صعب، وما أبغى أكلم أحد من الجماعة اللي أعرفهم في حال، ما أبغى أشغل الناس معي الصراحة. عادي عادي سهالات تتيسر الحمد لله. لا شكرا، يعطيكم العافية. تأمنوا بالله ما حسيت بالكفر نهائيا نهائيا. خليني لا أطالع فيه أحسن عشان لا أتعب. شوفوا كيف أنها خيرة. أنا الآن كنت بحرك يعني بعد اللايف كنت بطلع للرياض، فتخيلوا لا سمح الله وأنا في الطريق طايرة ويصير اللي يصير. فالحمد لله أن جد هنا قبل لا أطلع الرياض. أنتي فاطر؟ ليه إحنا صاير رمضان؟ ما شفتوه. والله الصراحة هاي دقيقة بس، وين راح؟ هاي ما أدري كيف تعفط أهله، لكن يلا الخيرة فيما اختاره الله. شايفين؟ خلاص عاد كل شوي بحط لكم الكفر. المهم الله يسعدكم حبايبي، كلامكم يكفي. لا ما عليكم. ايه انا ماني متأثرة بوفاة المرحوم، الله يرحمه. الأزمة الكبيرة عديتها الحمد لله، بالعكس يعني مريت بظروف صعبة جدا والحمد لله داري قوية. رجعت للحياة لأنه لازم نرجع، لازم نكون أقوياء. الله يسعدكم. لا ما ببكي، ليه أبكي؟ الله يرحمه. يعني تبغوني انتوا أبكي غصب؟ ممكن نسكر الموضوع. المهم ايش رايكم في هذا المكان؟ أنا جيت هنا، المشكلة أسحبه هنا ما يبان العشب، أجي أسحبه هنا يطلع الجبل. والله في سيارة جاي بس يا أخي. يلا عادي خلينا نستمتع الآن، خلينا أستمتع معاكم وبعدين عاد أشوف السيارة تضبط. إيه أكيد طبعا كلنا بنطلع، ما في أحد بيبقى. شكرا على القلب يا قلب. لا حبيبي لا تعتذر، عادي أخوي محمد عادي. إيش الكلام والكفن اللي حطيتيه في السناب؟ أستغفر الله. إي والله عندي برد، الجو يجنن طبعا. الله يسعدكم.
أعطوك الورث. يا السخيفة، أنا أخذت أكبر ورث، فالفلوس خليها لك أنتي وهم. لو جلستي في حديقة، ما الحديقة ما فيها جبل زي هذا. الحدائق حلوة، أنا أحب الحدائق أيضا، لكن ما أدري، أحب بالبر في الجبل كذا وحدي بعيد. لا، أحب اللي زي كذا أحلى. نجيب لك قهوة حبايبي، شكرا. عزبتي معاي. صوت سيارات، صوت سيارات من الشارع هذاك، لأنه في شارع هناك، عرفتوا؟ بعدين قبل لا أمشي بوريكم وين المكان الحلو. المكان الحلو يا حلوة في حائل. شارك ما شاء الله كثيف. لا يا جماعة، وين كثيف؟ بالعكس. فعلا مفروض ما أرد على هذه التعليقات السخيفة. في مقولة دائما أحب أكررها: اقهر الحقير بالصمت. خليه يحترق بناره، خليه هو يحترق بناره. هم يتوقعوا أنه ممكن أنا أتضايق. لا لا، عادي عادي جدا. دام أمي وأبوي بخير وصحة وعافية وما أذيت أحد، فالقافلة تسير والباقي تخبرونا. هلا بيك. لا لا، متدفية لاني لابسة جاكيت هنا اصلا فوق الفرو. حبيبي الله يسعدك، عارفة والله تبغى تساعدني مرة، شكرا. بس لا عادي، ترى الموضوع عادي وماني بعيدة عن الشارع، يعني الآن أطلع أشوف لي حل. أعتقد في محطة قريبة، كني لمحتها قبل لا أدخل الأرض هنا. أنا مشكلتي إني شوي في الأماكن زي هذه اللي أغامر صراحة، أطلع من فوق أحجار، وعشان كذا صارت. وأنا من بعد الظهر وأنا لفلف كله فوق أحجار وداخلة بأحجار سيارة، لكن أنا أتعامل معاها كأنها دباب. استغفر الله، خلاص بكون حذرة. لا ما بطلع، ما بجاذف. بس يلا الحمد لله. وش اللي حادني؟ الفضول، اللقافة اللي فيني هي اللي حدتني. يعني أنا أحب الأماكن الجبلية، أحب الطبيعة، فهذا اللي يحدني. الجبة تجنن. إيه، رحت مستشفى اللي على الطريق عند الجو، مو جبة، جوة. إي والله. عاد خلاص مسكوا إيش سيارتك إيش سيارتك، ماني قايلة. الحمد لله. هلا بالجميع اللي دخلوا، حياكم الله. ايه بسوي الكفر قبل المغرب، لسه يمدي الساعة كم؟ الساعة 4:30. بجلس معاكم لل5 و5 اشوف لي حل. المشكلة ما عندي استبناء. ما عندي الاحتياط. سيارتي معبيتها الخيمة والفراش والعزبة، ولا حطيت الكفر، يعني في تحت 5 تغيب الشمس. أما حبايبي اتصرفوا انتوا معاي عشان تفضحوني. عادي عادي، ما عليكم. الآن الحمد لله احنا ببلد أمن وأمان، والحمد لله نقطة مميزة جدا جدا جدا. تطبيق برني وزهلها ما أعرفها. فالحمد لله انه احنا في بلد كل مدنها وكل مناطقها راعيين فزعة صراحة، يعني ربنا الله، يعني ما يشوفوا احد محتاج الا يفزعوا له ويساعدوا. عشان كذا انا مطمئنة. يمكن لو كنت في بلد اخر من البلدان اللي لو شافوا واحد يصرخ من الألم شالوا نفسهم ومشوا، لكن الحمد لله انا في مكان مجرد ما اقول بالله لو سمحتوا ابغى فزعة على طول. عشان كذا انا مطمئنة، لا تشيلوا هم. شاوية؟ اي وش نعم في الشواية، ايش فيهم الشواية؟ ما هم بشر، ما هم بشر. كن من تكون
فأنت من تراب. لا حد يتمسخر على الشواية وعلى مدري الأسود وعلى الأبيض وعلى ترى كلكم من التراب وبترجعوا للتراب. فلا حد يتكلم عن خلق الله. شاوي شاوي الله أكبر إيش فيه، ولكن ماني شاوية. وتحياتي للشواية، يعني بشر. تبيني أجيك أنا وزوجتي؟ حبيبي الله يسعدك أنت وزوجتك، الله يحفظها لك ويحفظك لها. اي انصح ليه، ايش في؟ انا ماني ولية الله في الارض، وصحيح اني ماني متحجبة، ان شاء الله الله يهديني في الحجاب، لكن هذه قناعتي. مو شرط انك تقتنع او ما تقتنع، شيء راجع لك. انا ليه ارد على السخافات هذه؟ المهم هاي شاوية. والله والنعم بالشواية. أملج، والله إن شاء الله. أنا ترى زرت أملج، رحت الأملج تقريبا مرتين. لا ماني عراقية. تعالي حريملة، والله كنت فيها من تقريبا 3 شهور، كنت في حريملة ودايما أطلع له. جاية تغرينا هالشباب. الله يشفيك، الله يشفيك، يا انه الله يهديك ويشفيك من اللي انت فيه، او الله ياخذك عشان نفتك من البلاء اللي عندك. اوه ينبع، ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله بإذن الله أجي ينبع بإذن الواحد الأحد. أصعب شيء لما ترى صارت معي كثير وشفت ناس بهالشكل. في بعض الناس يعني أمام المجتمع والدنيا يسووا نفسهم شريفين مكة، يعني دائما يحاول يذكر الله. طب احنا كنا نذكر الله، هذا واحد. 2 يسوي نفسه انه استغفر الله هذه كيف، استغفر الله هذه كيف. طبعا انا اتكلم نساء ورجال، نتشرف فيك، الشرف لي يا اخوي، الله يسعدك. لكن تعالوا ادخلوا على الجانب الخفي خلف الكواليس. اقسم بالله يا اني انصدمت في ناس جالسين لا حرام، لا هذا كذا، لا ما يصلح، لا مدري ايه. اقسم بالله اني لما اكتشفت خفاياهم، والله انه يمكن الله يكرمكم الجزمة اللي تحت رجولكم انظف منهم. فلا يغركم الكلام اللي يطلع، اللي متخبي هنا هو الصح. ايش وين اكتشفت من تجاربي في الحياة، من اختلاطي مع الناس. ناس كثير تدخل مثلا بالاسلام، استغفر الله، على التيك توك مثلا حاطين اغاني استغفر الله تحجبي، استغفر الله مدري ايه. ولما يختلي بنفسه مع الشياطين، وفي آية كريمة بالقرآن ما ابغى احرف فيها، لكن تتكلم عن نفس الحالة، انه امام الناس يسووا نفسهم انهم، يعني هي تجي على سبيل انه يعني يظهرون امام الناس انهم امنوا واتقوا، عندما يخلوا الى شياطينهم فيقولوا ما نحن الا بمستهزئين. ما ابغى احرف في الايه لانه ماني حافظتها الصراحه، لكن كمعنى بهذا الشكل، انه امام الناس تعالوا شوفوا الخفايا. الله يسترنا، ربي لك الحمد. لكن في كل مكان يوجد الصالح والطالح. الله يسعدكم، الله يحفظكم جميعا، الله لا يحرمني منكم. شكرا. لا تشيلوا هم، ترى عادي، ترى ياما صارت معي وياما رجعت السيارة بالسطحة، فعادي متعودة. لكن اتضايقت انه بياخذ من وقتي معاكم فقط، لا اكثر ولا اقل.
عشان أفك الكفر وأروح أوديه ضبطه وأرجع، بياخذ وقت. بس يلا يفداكم، الحمد لله الحمد لله هنا ولا أنها في طريق السفر. الله يسعدكم. عاد لا تخلوني أبكي. شفتوا أنتوا هنا جالسين في التيك توك كيف فزعتوا، فكيف لو أطلع عند هنا هذول، طبعا هناك في برضو عوائل، لو أطلع أقول لهم تكفون السيارة الكفر. عشان كذا أنا مطمئنة، عشان كذا أنا أقول دائما إنه الحمد لله أنا فتحت عيني على الدنيا في هذا البلد، وأكيد الدول الأخرى كلهم خير وبركة. لكن هنا زي مرة طلعت في الجنوب، ومرة صارت في عرعر ترى على فكرة تذكرتها، كنت على الفجر ولاهية ونسيت البنزين، فجو ناس يبغوا محتاجة شيء، قلت والله البنزين، واتصلت على أمن الطرق، فراحوا ناس بيجيبوا بنزين. تخيلوا والله كان نفسي أصوره، لأنه فعلا مشهد الواحد يبكي من روعته. تآمنوا بالله جلسوا يتهاوشوا، والله علي الطلاق أنا اللي بجيب، الثاني يقول لا أنا زوجتي معايا خليها، أنا بخليها هنا وبطلع أنا بجيب بخليها مع، يعني يتهاوشون على الفزعة، على النخوة، على الكرم. عشان كذا أنا مرتاحة، ماني شايلة أهم شيء، أعرف إنه ما حضيع إن شاء الله بإذن الله. تسهلات. شكرا لكم، شكرا لكلامكم، شكرا لفزعتكم. الله يسعد البطن اللي حملكم دنيا وآخرة. ها هذه الآية، لحظة الله يسعدك، لحظة. مسفر الشهري. اسمعوا يا جماعة. وإذا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العظيم. شكرا مسفر أخوي، الله يسعدك. هذه هي الآية. نعم صح، الله يجزاك خير. أنا ما حبيت أتكلم فيها عشان لا أغلط في أحد الجمل، لأنه ما أحب أتكلم أي شيء بالقرآن إلا أكون يعني متقنة فعلا الكلام اللي فيه. فجزاك الله خير، وفعلا هذه هي. حبايبي الله يسعدكم يا رب، الله يحفظكم. أنا الآية تتحدث عن الكافرين وأنا أشبه الناس فيها. طب الكافرين مين هم؟ هم برضو بشر، وأنا أتكلم كتشبيه بسيط إنه هذول كافرين، ولما أمام الناس يسووا نفسهم مسلمين، لكن لما يختلوا مع شياطينهم يقول إنما نحن مستهزئون. ما أبغى أتكلم في الآية، أتكلم إنها تشبه أيضا بعض البشر اللي أمام الناس يستشرفوا، ولما يختلوا بأنفسهم وبشياطينهم يقولوا بس خليه يولي، خلينا ساكتين رجاء لا نتدخل في الدين، لأنه أنا ما أحب الدين بالذات، ما أحب أتكلم فيه إلا وأنا واثقة تماما، ويكون أحد يعني رجل دين هو اللي يتكلم فيها، لأنه هذه مو تخصصي، ولاني ولية الله في الأرض، هي قناعة وبس. حبايبي الله يسعدكم. النظارة عجبتني، أبشري فيها، وين مكانك أجيب لك إياها تفداكي. شكرا حبايبي. بقى نص ساعة على المغرب. أدري إنه الآية للكافرين، الكافرين اللي أمام الناس يسووا نفسهم مسلمين، ولما يختلوا بشياطينهم يقولوا إنما إحنا. يا جماعة سكرنا الموضوع، ماني حابة أتكلم، خلاص أوكي صح. شكرا. اي والله لازم اضبطه قبل المغرب. تمام بالله حتى ما اكلت يعني، ها لا يا معاكم. متى؟ والله ما أعرف إيش اسمه. أكيد طبعا ما في أحد مو معصوم عن الغلط يعني. ترى أنا برضو أغلط،
ترى في النهاية احنا بشر، الكل يغلط. مستحيل مستحيل انسان ما يغلط، او يعني ما أنا معصوم، احنا مو ملائكة، احنا بشر. لكن اللي يستمر على الغلط واللي يستمر على أذية الناس، وين الغلط هذا؟ لمرة مرتين ثلاثة 10. أكيد إن شاء الله بإذن الله. والله فكرت أطلع من حايل لجدة، لكن عندي ظرف عائلي الصراحة، لا لازم أتأكد منه، أطمن في الرياض بعدين. هو مو شيء يعني مرة خطير، لكن أنا عشان أرتاح. احتمال يعني يوم جمعة سبت، احتمال الاثنين أو ثلاثاء، احتمال وليس أكيد إني أطلع جدة حسب الوضع. هذا مو جبل آجا وسلمى، لا حبايبي لا. الورين وين انت؟ الله يسعدكم. انت دايما مع الرجال وتتبرجي، ليه ليه ليه؟ وش دخل أهلك؟ ليه ليه مدري أهلك حرمة ولا رجال؟ ليه ليه ليه؟ هل أحد من اللي جالس يتكلم الآن هنا ينتقدني؟ طبعا السيئين، لا والله مو بمشاعر. هل انتوا بتدخلوا معايا القبري؟ القبر مزدوج، هو قبري وحدي أنا، أوكي؟ فلا أحد يشيل هم، كل واحد ينشغل بقبره. أما قبري أنا فهذا شيء خاص فيني أنا، بيني وبين رب العالمين. الله عارف إيش اللي في داخلي. أنا خايفة ربي، عمري ما ظلمت، بعمري ما سرقت، ما قتلت، ما نهبت، ما تبليت على ناس، ما تكلمت على عرض أحد. أما الحجاب هذا شيء خاص بيني وبين رب العالمين، ما أحد له شغل. الدين نصيحة، نعم الدين نصيحة، لكن بأسلوب راقي. أسألكم بالله، مثلا لو حطوا نفسكم مكاني، لو أنا أنتي تجاهرين بالمعصية، الله أكبر بركاتك يا سيدي الشيخ، الله أعلم إيش اللي وراك. المهم تخيلوا أنه أنا مثلا ملتزمة وأنصح، أجي عند واحدة أقول لها غطي شعرك، جعليك الله يحرقك في نار جهنم، ليه كاشفة، ليه مدري إيه، تصير غصب تقول ماني مغطية. لكن تخيلوا لما يكون أسلوبي، يا أختي أنت مرة حلوة الله يسعدك، يعني لو الله يهديكي كذا تحطي الطرحة شوي مدري إيه، يعني بأسلوب لطيف، أنا نفسي حأنحرج إنه أحرجتني بكلامها، فحصير أتبعها. ففي أسلوب بالكلام، عارفين في أسلوب، يعني لما أنصح بشكل لطيف، أنصح الناس بكلام مهذب هادي شوي شوي، ما أدخل إيه تسوي كذا إيه مدري إيه يعني واضح الغيرة ترى، والله واضح إنه ما في دين، يعني ما في، مو إنه طالع على خوفا على الدين أو غيرة على الدين، لا واضح إنها غيرة وحقد وقهر. فموتوا بغيظكم. طبعا ليس الجميع، أنا أتكلم عن المريضين نفسيا. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله يسعدك اللي تذكرنا. الله يوفقك، لا تردين عليهم، عندهم خلل فعلا صحيح، ناس مريضة نفسيا، الله يشفيهم والله يشغلهم بسعادة تكفينا شرهم. انت وين مكانك يا بنت الحلال؟ في حال تقولين ما في دين، أنا أتكلم عن اللي يجي ينصح وعنده خفايا، على كيف أمك قلبت الكلام، إنه ما يتكلم من غير على الدين، إنه ما يتكلم إنه عنده دين غاير عليها، يتكلم من غيرته والحقد اللي في داخله. فلا تحوروا الكلام، أوكي؟ أنا أعرف إيش أتكلم، ووعد عندي وقت قصير، فما أبغى أضيعه مع الناس المريضة.
لكن اتجهوا ينصحوا في هذا، في حق الحبيب مختصين في الأمراض النفسية، من جد روحوا لهم الله يشفيكم. فعلا اتركوا الدين، نسكر الموضوع. خلاص نعرف انك سورية، لا تعصبين. الله يسعدك، مدري يسعدك والله ما اعرف. فعلا كذا يعني تثبتوا لي انه فعلا انتم ناس مريضين، وفعلا انه حرام انا اتكلم وارد واعطيكم اكبر من حجمكم، فاتكلموا. خليني اشوف حبايبي. إيه. هذا والله اخذته من كنت في عرعر، وانا جاي من عرعر للرياض، لكن الصراحة نسيت اسم المكان. شوف بصراحة انا كنت ماشية في الشارع، فشفت وانيت مدري ما اذكر ايش كان، فمعبيها كلها فروات، كله اشكال الوان، حتى التطريز يعني حقه كان اشكال الوان. فرجعت والله ديورت، قلت خليني اشوف الفرو اللي عنده. طبعا الفرو ترى على فكرة، شوفوا ما اخذتها، ترى اعترف اخذتها من عند اللي يبيع في الطرق اللي بالشمال، عرفتوهم. فلفت انتباهي، انا احب الاشياء هذه، فاخذتها. لكن شوفوا من الداخل كيف فرو، وترى من جد تدفي. يعني ما ادري اخذتها انا بس كذا، عرفت اخذتها بس كذا، يعني جاملتهم لانه كانت حرمه برضه اللي تبيع هي ومعها اولادها، فاخذتها مجامله. لكن والله طلعت تجنن وتدفي برضه. اي البرد لا يذبحك، لا ان شاء الله. ايش تستخدمي لبشرتك؟ ما يعني ما اعرف، للاسف انا مهمله بهذه النقطه. والله يا حبيبتي ما استخدم شيء، يعني اغسل وعندي كريم مرطب احطه فقط. يعني نفسي بالعكس انا احتاج والله شويه نضاره، شويه فيتامينات. اشتري الصراحه، اشتري واحطها وانسى اخذها. لا والله هذه المره جيت بس كذا، حتى ما بلغت احد، واعرف لان بعض الناس زعلت، لكن والله مو بيدي، مضطره. اوه يجنن يجنن. لا عقارب الآن في البرد ما أتوقع، يعني مستحيل يكون في عقارب. ما أدري، على حسب ما أسمع إنه في الشتاء ما تجي العقارب ولا الثعابين. أي والله. شكرا حبيبتي، الله يسعدك عمري، انتي الحلوة، انتي عيونك حلوة عشان كذا تشوف كل شيء حلو، فالله يسعدك حبايبي. يحلي أيامكم يا رب، تسلمي لي يا عمري. أنا برجي عقرب، ما نطلع في البرد. هي حبايبي الله يسعدكم، الله يحفظكم. الأرض خضراء، تقرأ أشياء مو مكتوبة والله. طب ارجعي شوفي مكتوب ولا مو مكتوب. شكله عندك ضعف في النظر، الله يشفيكي أو يشفيك ما أعرف. ممكن أوصيك تجيبين لي بقل من حايل. طب وين مكانك انتي؟ في الرياض؟ لو في الرياض أبشري والله، توقع يمديني، لسه الأسواق ما تسكر الآن. أبشري والله، انتي في الرياض اللي تطلب بقل بالرياض. جيبيلي. طيب اوكي حبيبتي. انتبهي من البدو. ليه انتبه من البدو يا جماعة؟ ليه انتوا دايما يعني في كل منطقة يتكلموا هذا بدو بدو؟ بالعكس انا والله عاشرت ناس حريم ورجال يعني،
بالعكس ما أحس هذا الشيء. انتبه منهم من أي ناحية، الكل خير وبركة الحمد لله. بطانية حمراء من حايل والفروة معاه. تقصدي الفروة هذه والله ما جبتها من حايل، هذه جبتها يوم جيت من عرعر وأنا متجهة للرياض، لكن مدري وين، هل كانت برفحة؟ مدري والله نسيت. طيب حبيبتي جيب البقل وين؟ ممكن أجيب لك بقل تودينه الرياض؟ لا أنا أشتري، أنا أطلع وأشتري أبد وأنا أوديه، لكن أحد يجيب لي شيء أخذه أوديه فصعب. إيه رحت عقدة ورحت مشار. مدري لأنه أنا أطلع فجأة، عرفت؟ وبعدين هو فعلا يحتاج مشرف عشان ينظف المكان، لأنه في ناس مستواها كذا، فحرام أحط الناس اللي مستواها كذا مع ناس مستواها كذا. هذه نقطة مهمة. تعالي القريات، إلا إن شاء الله بجي القريات بإذن الواحد الأحد على الفقع. تنومة والقلب لا تلومه. لا والله وحشتني الجنوب، سعد أحس الشمال هذه الأيام سحرتني، يعني سحبتني أقصد. إيه حبايبي أهل الجوف، والله أنا برضو وحشتني الجوف تقريبا من سنة الماضية نفس هذه الأيام كنت في الجوف. سكاكة أموت عليكم حبايبي، إن شاء الله بإذن الله. ليبيا هوف أطلع ليبيا والله الصراحة أنا هنا وما اكتفيت، يعني لسه أحس ما اكتفيت. أطلع ليبيا لكن على عيني وراسي يا أهل ليبيا، الله يسعدكم. انتي ما عندك بيت، كل فدياتك في البر والغابات والكهوف. طيب أنا أحب المغامرات، وين أصور في البيت؟ أصور أمي وأبوي. محمد الطيار، أوكي تمام أبوي تمام. تعالي سكاكة إن شاء الله بإذن الله. تعالي تيمة، أمس كنت في تيمة، إي والله. طبعا جيت من تبوك إلى تيمة، ومن تيمة طلعت من طريق ساحوت أتوقع، يا دوب بس أخذت محمد شكرا عيوني، يا دوب أخذت العشاء، وحتى والله تعشيت وأنا أسوق في الطريق. إيه أكيد بجي الباحة بإذن الواحد الأحد. أما مهد الذهب، أنتي من مهد الذهب؟ مهد الذهب ترى منطقة تجنن، جبلية، شيء خطير رائع جدا جدا. والله ما حليب الكرك، حليب كرك، أنا أخذت شاي ما أخذت حليب كرك. كرنك يا شيخ، كرنك والله ما فهمت. وش عندك كل يوم بديرة؟ أتمشى، أستمتع، أشوف جمال رب العالمين وخلقه. هل أنت تعطيني مصروف الطريق؟ تعطيني شيء، أو أنا جاي على بيتك مثلا؟ أتمنى ما أكون فهمت غلط، لكن لابسة ثوب رجال، هذا فرو نسائي، لابسة ثوب رجال، استغفر الله يا ربي. خليني معاكم. أيوة حبايبي.
لا ما عندي مخيم والله. أحس بدأت الشمس تغيب صراحة. حبايبي الله يسعدكم. إلا أطلع الحربي، ترى الناس ما تعرف إنه في كل منطقة فيها نقوش وفيها يعني آثار وفيها تاريخ عريق. بالعكس ياما طلعت جبال مثلا، يعني بتذكر لكم الآن أنا مخي شوي ملخبط بين هذا. لكن كثير جبال موجود فيها نقوش. بدأت الشمس تنزل. في شيء وراك يتحرك. خليه يتحرك. يعني حتى في النهار، في الليل فهمت انكم تخوفوني تقولوا في وراكي جني. على فكرة ما خاف من الجان، اي والله. لانه الجان انت تذكر كم مرة كنت يوم نمت في جبل حرفة، ويوم نمت في لا جبل حرفة نمت فيها، ويوم رحت المدرسة المهجورة اللي كانوا يتكلموا عنها انه مدرسة فيها جان ومسكونة، ولا شيء. الجني يخاف منك. ممكن، لكن أحس إنه مجرد ما تذكر الله تحمي نفسك من الجان. لكن بعض البشر مهما تذكروا بالله ومهما تخوفوا ما يخاف، إنه أشنع من الجان. فلا، الجان يزين عند بعض البشر. نعم ما خاف. اي والله ما في وقت. اي والله فهد شفت. يا رب لك الحمد. اي والله الظلعان تجنن. لورين ايش؟ انا شفتك وقلت لك وجهك مو غريب علي، انتي مشهورة. ما ادري وين شفتني يا عبد العزيز، ما اعرف. عميد الصقارين دخل. ارحب يا عميد. التيمة. اوكي تذكرت. اي صح صحيح. كنت حاطة الكمامة وحاطة شماغ على راسي. نعم صح، لا تذكرت. هذه امس. نعم. في ناظر يجنك من الجبل يما كذا نغار من عميد. لا والله كلكم خير وبركة وكلكم على عيني وراسي. لا والله ماني نايمة بحال، بطلع الرياض والله ضروري. عسكري يا جماعة في جيش البشمركة من شبيحة بشار. والله حلوة، اقسم بالله حلوة. والله حلوة، اقسم بالله لو اني اشوفك اعطيك هدية. قال ايش؟ لحظة بالله خلوني اعيده يا جماعة. عسكرية يا جماعة في جيش البشمركة من شبيحة بشار. الله يسعدك يا شيخ. هكين شكرا، ضحكتني مرة، مقهورة من التعليق. والله ولا جبت، بالعكس أنا جالسة أضحك على الغباء. تركيبة الكلام شبيحة بالبشمركة جملة مفيدة. الله يسعدك، الله يشفيك. اي انتي مفضوحة من زمان. الحمد لله يا رب، لك الحمد والشكر. الحمد لله.
ما يحتاج. روحي تويتر شوفي صورك. شايفة صوري ولا بتكلم في الموضوع هذا لأنه ما همني. لا الوالدة الحمد لله طيبة، الله يسعدكم يا رب. الله يسعدكم. لا الوالدة طيبة ربي لك الحمد، أمورها تمام. طيب أذكر لك بصورة بالبدلة العسكرية مدري جيش. أولا كل الصور اللي جالسين بعض المريضين نفسيا ياخذوها ويطبقوا عليها كلام وينشروها كلها طالعة من حساباتي، أنا منزلتها عندي. يعني يدخلوا حساباتي ياخذوا الصورة ويروحوا يركبوا عليها كلام. أوكي، هذه الصور لو فيها 1% غلط أنزلها. ترى في من الصور اللي أنا لابسة عسكري بمسرحية، في واحدة أجل إيه ما فهمت. لا مو تركيب لك مقطع فيديو يا عمي، تكفى استر علي الله يخليك. يا ربي ناس تجيب الغثى. روح سوي اللي تبغاه، يلا لا توقف، بسرعة خذ الفيديوهات والصور ومدري ايش، تكلم زي ما تبغى. روح يلا انطلق. باقي في تبوك؟ لا والله ماني في تبوك. خافت والله تخسن يا خاف، مو انا اللي اخاف، انا ما اخاف الا من رب العالمين. الحمد لله دام خوف الله موجود فيني وماشية بالطريق الصح. أهم شي عندي النظام، القانون أكون ماشية فيه صح، ورب العالمين ورضا أمي وأبوي، والباقي عاد يعني غصب بيطلعوني إنه أنا خايفة. يا الله جالسة أرجف. أنا متت من الخوف يا جماعة تكفون. أقل يا رجال رح بس رح الله يستر عليك. يا الله. والله بس حبيت قال خافت. غصب. من هذا الكفر بس اللي بتلش فيه الآن. بسم الله. كنت بسوي شاي بسوي قهوة، والله لا شاي ولا قهوة. هذا الكفر خرب علينا كل شيء. ما زلت موجودة اللي خايفة. يا عمري هم يستفزوكي وانتي تدعين لهم بالهداية. الله يستر عليهم، لأنه فعلا والله هذول ناس مريضين اللي يجي يتكلم على الناس. بعدين يا جماعة أنا أحتاجهم، والله أحتاج ناس تتبلاني وتتكلم علي بالشر. هذا شيء يفيدني عند رب العالمين، أولا أنه يعني يخفف ذنوبي وأخذ حسناتهم، فشكرا. ثاني شيء بالعكس يعطوني قوة أكثر ولا همني. متى تمشين الرياض أصلح الكفر وعلى الرياض. يا ويلك من الله، ليه ايش مسوية؟ كافرة ولا ايش مسوية؟ الله عايش فيك. عشان قلنا لك اعترفي بأصلك صرنا نتبلاكي بالشر. والله انكم ناس مريضين، الله عايش فيكم وناس فاضيين. كيف تغيري الكفر؟ خلونا من الكلام بايخ. جالسة أقرأ الكفر ما أدري. شوف الآن حل، ما في بعد الضيق إلا الفرج، ما في شيء صعب إلا الموت. هذا عاد اللي ما له حل.
شوية يا حبايبي عشان اشيل العفش بقى. طيب والله هناك في بعيد في عائلة كأنها تشيل العزبة حقتها، كأنها أشوفهم يشيلوا العزبة. يا رب لك الحمد. طيب هون يا جماعة، هون هذه متعة الرحلات، لما نطلع ونتبهذل ونتمرمط. أما طلعت الدلع ما هي طالعة. طب يا جماعة سؤال الآن من جد، الآن لو مشيت على الكفر يصير شيء ولا عادي؟ بينقطع؟ طب ما هو أصلا يعني ما أدري. شوفوا دقيقة جيب الإضاءة برضو. شوفوا كيف أحسه أصلا متقطع، صح ولا لا؟ شايفين؟ يا ويلي معفط تعفيط. فما أدري إيش رايكم، لأنه المحطة ترى قريبة مو بعيدة مرة، يعني يمديني عليها. ها إيش رايكم؟ روحي. طيب أروح. أمشي عليها عادي يعني ما يأثر؟ عشان لا بلش خلق الله ما يحرام. هذول في هنا جالسين يشيلوا عفشهم بيجون. ورط الناس معاي وعوائل. امشي عليها بشويش. الكل يقول امشي عليها صح؟ امشي بشويش صح؟ لا لا ما حد يفزع معاي، شكرا. انا ما ابغى احد، لو ابغى كان كلمت اصحابي اللي موجودين، لكن لا انا بوحدي بسويها وبتكل على الله. ينكسر الجنط؟ لا عادي يا جماعة، لو في شيء يأثر عشان لا اسوي. لا لا ما بسرع، شوي شوي. خلينا نشوف الكفر، هم وريتكم يا امشي بشويش لين المحطة. امشي بشويش لين المحطة. توكلي على الله، الكل يقول توكلي على الله. شلون صار نهار والله ما ادري، يمكن عشان غيرت اتجاه الجوال. اطلع المحطة خلاص. ما كان في نور، مدري كيف، يمكن غيرت اتجاه الكاميرا.
الكفر يروح، بس اهم شي ايش؟ ما فهمت والله مرة. حبيبتي الله يسعدك ويسهل دربك انت بعد. عميد انت هنا. والله يا عميد شفت السر. دائما اجيب العيد دائما، سبحان الله. بس عادي، متعة تبقى للذكرى. لازم في كل مكان ازوره احط بصمة، لازم. شغلي الفليشر وامسكي. اوكي. لا لا، ما ابغى احد يفزع، اطلع انا شوي شوي. والله ما ادري، غيرت الاتجاه، تغيرت ما ادري لحظة، انا حطيت اضاءة بس برضو وراي ينور، صح؟ لا والله ما معايا احتياط. طب يلا يا جماعة خلينا نمشي عشان لا يصير ملفت للانتباه والناس تعرف. خليكم هنا شوية، انتبهوا لا تطيحون. سأطلع الكمامة. خلاص انا بطلع خلاص نشوف النهاية في السناب. اوكي حبايبي، هذه حركة تبغى تكون وحدها مع، نعم، هذه حركة ابغى اكون وحدي مع مين؟ الله يجعل لها في قلبك. لا استغفر الله استغفر الله. اتكلم اكثر ابوي، يتكلم عن عرضي، ويتكلم عن شرفي، وعن كل شيء سيء. اتكلم. ايه الله يسعدك، انا احتاج هذا الكلام. لا انا اوريكم المكان اللي انا فيه. اوكي بس انتظروا شوي، اشيل هذا وارجع لكم. سووا قلوب لين ارجع لكم. الله يستر. طبعا هذا المكان اللي انا فيه الان، اوريكم. شايفين؟ اي والله لازم معايا سبير، لكن للاسف لاول مره هذه الرحله، ترى على فكره طلعت رحله غبيه بدون اي ترتيب، بدون اي تجهيز، ما جهزت اي شيء. كذا ضبط اضاءه، حتى الاضاءه ما عاد تشتغل، مع انه شاحنتها فل، بس ما ادري في شيء غلط في الجوال، ما ادري ايش هو. المهم، فهذا المكان اللي انا فيه. منفاخ، انا معاي منفاخ. شفتوا المنفاخ اللي يتركب بالبطارية بعدين يشتغل؟ يا جماعة نتوكل على الله. ان شاء الله الامور طيبة ان شاء الله. نسيت اقول، وريتكم المكان والله ما ادري، احس نفسي ملخبطة. شايفين هذا؟ شايفين هناك هذيك؟ هذا طريق اسفلت. تو كنتوا تقولوا صوت سيارات من هنا هناك. والآن انتهت فقرتنا لهذا اليوم. خلوني اروح اشوف الكفر كيف بصلته، كيف ارتبه. وين الإضاءة؟ ما في إضاءة بالمرة.
اوكي، انا معي منفاخ يا جماعة والله. طب اوكي، جتني فكرة، ايش رايكم انا اطلع المنفاخ؟ والصراحة ما اعرف اشغله، فتساعدوني انتو. طيب تعالوا شوف، انا بنزل المنفاخ وانتو ساعدوني وين احطه، لانه هو لازم ينحط على الاشتراك. دقيقة خليني اتأكد انه هو ولا لا. طيب اوكي، هو هذا اللي بسويه، خليني افتحها بس. شوفوا يا جماعة، هذا صح؟ لكن ما اعرف يعني طريقة النفخ. ايه لا تصدقونها، كذابة، الكفر ما في شيء. ايه صح، انا كذابة يا جماعة، ترى الكفر ما في شيء، انا جالسة اسوي بس اكشن وشو عشان المتابعين. اوكي، ما في شيء كفري. المحطة، شوف هذه المحطة، اللي يسألني عن المحطة، شايفين هذاك اللي هناك وين؟ هذا ها، شايفين هذا؟ هذه المحطة. زي ما وريتكم هنا، ها شايفين هذه؟ كيف اوريكم الكفر؟ طب انا وريتكم يا جماعة، هذا ها، حتى صورت تو بالسناب وانا اتكلم معاكم، شايفين؟ ها خلاص، عاد كل شوي يصوركم مكفر. ها والله ما اعرف، انا خايفة، ايش رايكم؟ المكان فيه ذيابة. والله لا بنفخ ولا شيء، لانه مرة فخناها بس هم اللي ضبطوه، انا ما اعرف اضبط، ما استخدمت نهائيا. انا بشغل السيارة واطلع، اللي كاتبه رب العالمين بيصير. بسم الله. بسم الله. طب كيف اقلب الشاشة عشان تشوفوا؟ للآن ما تعلمت. لا، حتى اقلب لنفسي. ما همني الذيابة، خليني اخلص من الكفر. ضبطت. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. لا، ما انتوا قلتوا لي امشي على مهلك ما يصير شيء. ثاني بسم الله ماشي على مهلي. الامور طيبة ان شاء الله. ايه ماشي على مهلي. ها ان شاء الله ما يصير له شيء. يلا كريم.
لا لا، على هوني ماشية والله. يلا هانت هذه، شايفين الطريق أمامنا، بس الله يستر. شايفين كيف السيارة تتحرك؟ بسم الله. نجم حايل اسكت. اسكت، ما شاء الله على طول عرف المكان. كيف ازود السرعة؟ ما كنتوا تقولوا لي لا تسرعي؟ اوقف عند الشارع؟ يا جماعة انتوا قلتوا لي امشي، الان تقولوا لي اوقفي. اجل تعرفون خليكم كذا احسن. ايه انا بمشي للشارع، ولما اوصل الاسفلت ابوقف هناك خلاص. عارفة والله الناس كلها خير وبركة، قسما بالله اعرف على عيني وعلى راسي، والله عارفة، لكن انا ما احب اشغل احد. الموضوع بسيط ترى، على فكرة، بس اوصل الاسفلت ترى اقدر انا اخذ الكفر للمحطة، تصير المحطة امامي، عرفتوا؟ فالامور طيبة. بسم الله. الله اعلم من متى الكفر مبنشر وانا ماني عارفة، جالسة اهجول فيها في هالارض. ايه انا امشي على الكفر. ايه هذا الكارثة لو اوصل وما يكون في بنشر، يا الله. انا اخاف او اطلع للمحطة وما يكون فيها بنشر. يلا عادي يا جماعة، عادي، كله خير ان شاء الله. الفيلم يحتاج كذا. اي والله، شايف مسوي الفيلم هذا انا بالعمد. اسأل الله انك يصير معك نفس الفيلم هذا ان شاء الله يا رب، عشان تعرف بالعمد ولا لا. هي فاضية لأهلكم أنا عشان أروح أبنشر كفري أو أسوي بنشر إنه كفري مبنشر؟ استغفر الله. رقم بنشري متحرك؟ تتكلم جد ولا تطقطق؟ والله لو جد إيه ليه لا. اصلا حلوة الحركة. انا حتى في واحد تو كان يتكلم انه في تطبيق عشان لو بنشر الكفر معاكم. كان صوت مطر؟ لا والله مو مطر هذا، أنا عشان يمشي على الرمل فأنت تحس إنه مطر، لكن هو ما في مطر. لا اللي بالصورة زاجي الله يرحمه.
لا عاد تخيلوا لو أطلع يكون مشوار إلين أوصل المحطة. علي الكاميرا على المحطة نبغى نشوف. نو 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 إلا في بنشر قريب مني. اي مخرج طاش مطاش الله يرحمه، يرحم أموات المؤمنين جميعا. لا تتصلي على أحد، الكفر يوصلك. كيف؟ ما فهمت. يا جماعة ترى ما عندي ولا يمكن عندي والله يمكن عفريتة عندي. يا ربي ذكرت العفريتة عندي لكن تحت وعليها مرة شنات الأخرى. هذه البلشنة. لا شكرا حبايبي والله ما يحتاج، شكرا لفزعتكم و نخوتكم. خلوني انزل اشوف هذا نانا حصلتها. لا خلوني اروح اشوف جيب لي عامل. يا صديق تكفى تعال فك هذا كفر، تجي مشكل خربانة ثم ارجع لكم. اوكي يلا حبايبي نلتقي.